السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اليوم حندير معكم الغريبيه تاع السمن والكاوكاو. وقبل ما نبداو نصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، عندي هنايا عبار تاع سمن وعبار تاع سكر غلاس وعبار تاع كاوكاو. عندي كاوكاو هنايا محمص وملحي شويه رقيق، ماشي رقيق غبره بصح رقيق شويه. والخشين صيرته نزين به. والكاوكاو لازم يكون محمص، ورشه تاع الملح. نبداو بسم الله. ندير رشه تاع الملح وندير السمن والسمن مانيش مذوباتو، راني مخلياتو هكاك غامولي. وندير سكر غلاس ونخلط السكر مع السمن، نخلطهم مليح حتى يبيض الخليط معايا. ودركا نزيد الكاوكاو نخلطو معاه. وهنا بعد ما خلطت هذا الخليط مليح، دركا نلمها بالفرينه وندير الفرينه ثاني غير بشويه. وهنا العجينه راني لميتها، ودركا نوزنها 35 غرام. واللي يبغيها الغريبيه تجي شويه صغيره يوزنها 30 غرام. انا حسبت روحي راني نصور وانا ما كنتش نصور. نقبض العجينه هكا، نكورها هكا بشكل على شكل غريبيه هاك، وبلا ما نديروا لها بياض. البيض اصلا تسخن في اليد، نرمدوها في الكاوكاو هاك هكا ونحطها. نزيد ندير معكم حبه ثاني. وقلت لكم لا خفتوا الغريبيه تطيح لكم ولا طيبوا حبه، انا راني دايره حبه طيب هاك. ونجيب حبات تاع كاوكاو نرشقهم هنا في الوسط هكا. دوكا نكمل كامل الحبات تاع الغريبيه ومن بعد نوري لكم الشكل تاعهم النهائي. انا هنا راني شكلت كامل الغريبيه ورمتها في الكاوكاو، ودرت لها ثاني حبه تاع الكاوكاو في الوسط ونديرها طيب. راه الفور يسخن، نوريكم الحبه تاع الغريبيه اللي درتها طيب. عيوني قلت لكم جربوا حبه تشوفوها لا طاحت ولا لا. والغريبيه راهي واجده، راني درتها في لي كيسات. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها، ونتلاقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم.